السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال اخوتي، ونتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الخبيره راه نعطيكم تفرحوا بها حتى نتوما كمتابعين لنادية اخت خديجة في البادية. خوتي كنسمعوا وكنتفاجئوا بان نادية تزوجات، الله يكمل عليها على سنة الله ورسوله. والمفاجأة هو الزوج اللي تزوجت به كنتو كتعرفوها المتابعين من قبل. غير هما تفارقوا واحد المدة بسبب عرفتو الآراء وبسبب اللي كياخد بكلام الناس، وكي كنقولوا حنايا باللغة ديالنا الدارجة التشيطين ديال عباد الله دخلت بيناتهم خوتي السوسة والهضرة وداك الشيء. هادشي اللي خلاهم يتفارقوا ديك المدة، ومهم الحمد لله دابا رجعوا لبعضياتهم. الغريب في الامر، الغريب اخوتي في الامر هو انه الصديقه ديال ناديه خديجه اللي في فرنسا، الغريب في الامر هما خوتي انهم كيتفاجئوا انها ما تقبلاتش ان ناديه تزوج، ما تقبلاتش ان ناديه تزوج. جاتها بحال الصدمه. كيف ما كتقول الكلام اللي كتقول ناديه انها جاتها ان خديجه جاتها صدمه وما تقبلاتش ان ناديه تزوج، وبحال استكثرت فيها الفرحه، بحال ما بغاتش ناديه تفرح، ما بغاتهاش دير دويرتها، بحال ما بغاتهاش. انا كنهضر بلسان ناديه، داكشي كتقول ناديه، بحال خديجه ما بغاتش ناديه تفرح ودير دارها وتستقر وتولد وليدات اخرين من غير ملاك. بغاتها غير تبقى غادا جايه معاها. كيف ما كتقول نادية كتسناها في المطار، كتساريها في المدن اللي كيسافروا ليهم. كيف ما كنا متابعينهم، كان كل شيء الحمل كله على نادية، البي ديال الطيارة، المصاريف السفر، حتى من الكادويات اخوتي اللي كيجيو نادية حتى هما كانت نادية كتكون مخلصاهم من قبل، كتصيفط ليها الفلوس وباش تجيب ليها لي كادو. كنعرفوا انه ملي كيكون عندك واحد الصديق عزيز ما كتسناش انه هو يخلص لك شي حاجه، لكن انت جاي من فرنسا ومن اي دوله اوروبيه ولو هي بارفان، مهم كتجيب ليه كادو من عندك، ما كيخلصوش كيتسمى كادو. ايوا الخوت راه خديجه كانت كتقول ناديه لبيتيني نجيب لك شي حاجه صيفطي الفلوس، وناديه كيف ما كتعرفوا انها عزه النفس اللي عندها سبحان الله العلي العظيم ما كترضاش، كانت ديما كتصيفط لها الفلوس باش تجيب لها لي كادو. وخصوصا المكانه اللي ديك الساعه اللي كانت دايره في يدها البارح ناديه، في لا فيديو اللي خرجت فيه كتصرح انها تزوجات هذيك الساعه. ناديه مخلصاها لخديجه عاد جابتها ليها. هذا كلام ناديه، سمعتوني الخوت؟ هذا كنهضر بلسان ناديه، قالت لك ان خديجه، قالت لكم ان خديجه مستخسر عليها الفرحه ومستكتر عليها انها تكون سعيده وبحال ما بغاتش دير وليداتها. هادشي اللي قالت ناديه. اما خديجه كتقول بانها تصدمت في ناديه اللي كانت دايره اكثر من صديقه، دايره الاخت ديالها، دايره مشاركه معاها بزاف د الحوايج، وكتنكر هذاك الكلام كله اللي قالت ناديه بالنسبه للفلوس البيي ولي كادو وداكشي. كتقول هادشي ما كاينش، وكانت تقول انا اللي مستغليني، وانا اللي كانوا كيطلعوا بيا المشاهده، وانا اللي نافعاهم، وانا اللي كنديهم الا كانوا غادي شي بلاصه قبل ما دير ناديه الطوموبيل، وانا اللي كنديهم السبيطارات، انا اللي كنديهم هنا، وانا اللي كنديهم. المهم هادشي اللي قلت انا بالنسبه زعما انا كنديهم لاي بلاصه، اي بلاصه كانوا كيبغيو يمشيو ليها كانوا تيديهم خديجه. الكلام اللي كتقول خديجه. وكتقول خديجه انه ما يمكنش، انا ما تقبلتش انني انا كنت حاصله مع صاحبتي وخلاتني حتى رجعت لفرنسا. عاد هي رجعت للخطيب ديالها، الخطيب اللي كلكم كتعرفوا اخوتي. خديجه بحال انا على ما انا مع حتى شي حد وما ضد حتى شي حد، بحال انا خديجه بحال كتوقع لنا حتى حنا كتكوني مع شي حد مشيتي عنده زياره لشي حاجه وكتخرج من عنده كتسمعوا انا الغد لي عنده شي خطوبه ولا شي عرس، يقول لك علاش انا من العائله ومن الاصدقاء ديالهم ما كيشاركوا وكيخبوا عليا الفرحه وكيخبوا عليا
مثلا بحال المناسبات اللي باغيين يديروا. الكلام اللي قالت خديجة واللي سمعناه كاملين اخوتي البارح، انه خديجة ما بغاتش نادية تخبي عليها انها غتزوج بولد عيادة. كما كتقول نادية. بحال خديجة ما بغاتش انهم يخبيو عليها، انا كنهضر بلسان داكشي كتقول خديجة، ما بغاتهمش يخبيو عليها انها ان نادية رجعت لولد عيادة وانها غتزوج به. الحمد لله المياه رجعت لمجاريها، وكما قلت لكم قبيله خوتي راه الشيطان تاع عباد الله ما تيخليش واحد جوج يكملوا. الا سمعتو مثلا خاص الا طرف الا كان ما عنده عقل الاخر يكون عنده العقل، ما نسمعوش لعباد الله ونخليهم يدخلوا بيناتنا وبين مثلا اللي كانوا زوج مجوجين ما نخليوش شي حد يدخل بيناتنا، كانوا مخطوبين كذلك. هادشي اللي وقع لنادية وخلاها تفرقت على ولد عيادة هاد المدة كاملة. والحمد لله نادية يسر لها الله ورجعت للخطيب ديالها السابق. وكان العقد القران ديالها راه شي 4 ايام ولا اكثر خوتي، هي ما حطتش لا فيديو ديالها في هاد الحاجه اللي عجبتني نادية بزاف بزاف بزاف. قالت انني ما غنحطش الفيديوهات اللي انا محنيه فيهم وانني فرحانه فيهم، لان خويا عنده الجلسه ديال مراته نهار 3 على 3 اللي داز اخوتي على البارح. انني ما غنحطش لا فيديو الفيديوهات اللي دايره ديال الفرح وديال الحنه اخوتي، وخويا ما فرحانش. عجبتني نادية بزاف بزاف بزاف. من هنا كنقول نادية تبارك الله عليك، وهكا تيكونوا الخوت. درتي بحساب الاحساس ديال خوك. رغم انه انا متاكده انه حميد غيكون فرحان بزاف لنادية. ما كاينش شي اخ ما كيبغيش اختو تكون فرحانه وتكون مستقره في حياتها. كنهضر لك الا كانت شي اخت صالحه وكتبغي الصالح لخوها، تبغي السكينه لخوها. كنهضر على الاخوات يكونوا محبين لخوتهم. ما يمكنش الاخ ما يبغيش لختو الفرح، ما يبغيش انها تكون مستقره خوتي ودير واحد البيت زوجيه اللي غيكونوا فيه وليدات وغيكونوا فيه بزاف د الحوايج اللي زوينه لنادية. انا ما تنظنش ان حميد ما غيبغيش تفرح، ولكن نادية راه دارت داكشي اللي قليل الناس اللي كيديروه وتيخموا في المشاعر ديال الخوت ديالهم. حميد الله يكون في العون ديالهم. من جهه مريم مسكينه راه كانت عندها الجلسه نهار 3. نادية مسكينه ما حطاتش حتى فيديو. داك اللايف اللي دارت البارح راه اللي خرجت به هي وخديجة، راه ماشي دارتو مثلا بينت فيه لا فيديو بينت انا فرحانه وناشطه وداكشي. المهم خوتي هي كتوضح وكترد على الصديقه ديالها. كتقول انني انا ما يمكنش نشارك معك حياتي كاملها، وانا انا عندي خصوصيات وانا عندي حياه شخصيه. وصراحة اخوتي انا مع نادية في هذه المواضيع. يمكن بغات حياتها الشخصيه تبقى بعيده وتبقى حياتها مستقره بعيده وتكون عندها واحد خصوصيه ديالها حتى هي ما تشاركها مع حتى شي حد. هذا ما كان اخوتي. انا بالنسبه لي اقسم بالله العلي العظيم الا كنكره بحال هاد الاصدقاء هادو اللي كيدخلوا بزاف لهاد الدرجه هكا. صافي خوتي واخا تكون صديقه ديالها ما خصهاش تدخل بهكا بهاد الدرجه هادي، وكل واحد عنده خصوصيه ديالو. تقدر نادية بتخلي حياتها هكا بعيدة. أنا كان نتمنى لو نادية تخلي حياتها الزوجية بعيدة على السوشيال ميديا، وتخلي الزوج ديالها بعيد كل البعد على السوشيال ميديا. إلا بغات حياتها تكون ناجحة 100%. هذا الشيء فيه غير مشاكل. واخا يبان لكم اخوتي واحد جوج في السوشيال ميديا كيبانوا ضاحكين ومتفاهمين، هذاك الشيء اخوتي راه والو غير كذوب. الانسان كيكون عنده مشاكل ما كيبغي يصورها تيضحك وتيلعب. هذا ما كان خوتي. انا والله كنتمنى نادية تخلي الزوج ديالها بعيد على السوشيال ميديا. المهم اخوتي انا فرحت بالنسبه ليا كمتتبعه ديال نادية، فرحت بزاف بزاف ليها. الله يكمل عليها بالخير ويجعلها ان شاء الله رزق ربي بالذريه الصالحه والله يوفقها في حياتها. وكنتمنى انه لو كان هذا الشيء تيديروا فيه مثلا الا كان هذا الشيء تيديروا فيه تمثيل هما حرين، ولكن انا بعدا ما كيعجبنيش بحال هكا اليوم صاحبتي وغدا مخاصمين وترجعوا عاوتاني. اللي كانت تعاود القضيه شحال من مره وكتكرر كتولي بحال هكا كانوا مثلا بحال كانوا نحسوا بانه ما تيكذبوا علينا، ولكن داكشي الله اللي عالم بيناتهم واش هادشي بصح ولا كذوب. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يفرج على مريم وعلى زياد ويطفي الغضب كامل في قلوب العائله ديال البدويه وديال فاتحه القرويه. كنتمنى ان شاء الله يدخل شي حد بخيط ابيض في القضيه ديال يسرى و
ويطو والعربي. كنتمنى ان شاء الله شي حد يتدخل بيناتهم ويصلح الامور، لان السيده مسكينه كتوحم والله اللي عالم بها. راكم عارفين اخوتي خصوصا العيالات، حنا حاسين بعضياتنا كنعرفوا ان المراه ملي كتكون توحم راه كيكون عندها واحد الاحساس زائد. كنتمنى اخوتي هذا الفيديو يكون لقاكم في اتم الصحه والعافيه، والى اللقاء اخوتي الى فيديو مقبل ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بالتعاليق الزوينه ديالكم اخوتي، ولي لايك وبارطاج، والى اللقاء.